وش فيها يا بنتي؟ زينة. يبا إلى جانب، إلى جانب يبا. إلى جانب؟ الله يكفينا بلاهم يا بنتي. وش بدهم؟ take the ship. اوكي. وش ذلك؟ وش ودكم؟ الله يكفينا بلاكم يا ولد. اقول لك وش ودك؟ وش تسوي؟ اقبل عليك يا ولد. وش تسوي انت وياه؟ وش تسوي هاد؟ وش ودكم مننا؟ ماذا تقول هذه الكمان؟ يبا وش فيه؟ وش دراه باسمي؟ ما يعرف اسمك. الهام الود يفعل الشارع يا خسيس. اخلص. والله اكبر عليك يا النذر. والله لعلي مشاك سالم يا الخسيس. انا اوريك يا النذر. سلامي يتعدى طويلة المدى بالنادى والندى ومن عطر وكان يصحابي في المبدأ وفي يوم الندى تسليمي شامل عامي رجال بلا. يوبا المحمية قدامنا وانت تدري لما اشوفها يوجعني راسي. وش رايك نمر من هالطريق؟ يا ولدي هذا الطريق بعيدة، خلنا نمر مثل كل مرة. يلا يوبا. اسمع يا ولدي يا وضاح، أنا ما بي تفتح مشاكل مع هالأجانب مثل كل مرة، أنت تفهم؟ يوبا ليه تخاف منهم؟ والمتى هذا الخوف؟ يوبا كل ما نمر من أمام الحامية يأخذون منها بضاعة وما ينطونا قروش. يا ولدي يا وضاح، هذول الأجانب يأمنون الطريق من قطاعين الطرق وما فيها شيء لو أعطيناهم شوية بن. يأمنون الطريق؟ يوبا هالأجانب قطاع طرق. اسمع يوبا، كل ما أخذوا منها بضاعة نقصت بضاعتنا من غير قروش. والمتى يوبا المتى؟ والله إنك صادق يا وضاح، الله يحفظك. يا ولدي يا وضاح ما بتفتح مشاكل مع هالأجانب، أنت تفهمني؟ حاضر يوبا. هي مشينا. يلا لا تجعل. وهذه السالفة كلها يا شيخ ولا دخيل الله ثم دخيلك يا شيخ انك ترد حقي وترد كرامة بنتي يا شيخ. وصلت وانا الشيخ سالم ابو وعد. منين جتنا هالبلوى؟ منين محلوا هالاجانب ديرتنا وهم ما يراعون لنا حرمة ويعتدون على رعيالنا وحلالنا. الحال ما ينسكت عليه يبا، وصلت بهم المواصل يعتدون على حريم القبيلة. صح لسانك يا شيخ وعد. والله ومحمد رسول الله ما راح يسلمون منا هالمرة. والراي عندي يا شيخ نجمع فرسان القبيلة ونروح عليهم ونوريهم الويل. كايد الشيخ بعدها موجود والراي راية. ها وش قلت يا يبا؟ وش راح تسوون؟ ونعلمك سيدي بأن قافلة المؤن الأخيرة قد تعرضت للسرقة من قبل لصوص. ونرجو سيدي أن ترسلوا مع القافلة الجديدة حراسة كافية أو تغيروا مسار القافلة إلى طريق آخر. ونعلمكم سيدي بأن المؤن لدينا تكاد تنفذ. سيدي لقد سرقنا خروف من الراعي. ماذا كتبت؟ سرقنا خروفا من الراعي؟ نعم يا سيدي، وأرسلتها إلى الجنرال. ماذا؟ أنت غبي! سوف يعاقبوننا بسبب غبائك هذا يا إلهي. والله لا ما هذا الصوت؟ إنه التواج وابنه يا سيدي. اذهب ما أتي به، هذا الدواج غشاش. هيا اذهبوا وحضروا لنا الغداء. هيا. دواج مثل الضوء. سيدي الضابط يريدك. وش وده الضابط؟ ودنا نروح نترزق. ايش دخلك انت؟ انا اكلم دواج.
سيدي الضابط يريدك حالا. يوضح يمكن يبي شيء ولا شيء. يبا أنا كل ما أمر من هون أكره نفسي وأكره الحامية، هالأجانب الغزاة. خلينا نروح نترزق. يلا امشي قدامنا. امشي. ايه يا الضابط، ايه يا الضابط. نعم. اهلا دواج حبيبي، اهلا دواج. في بن؟ في بن. هات يا وضاح البن، هات البن. ها هذا بن تمام دواج، بس انا زعلان منك دواج. ليش يا الضابط تزعل مني؟ ويش سويت؟ لان البن الذي اخذته منك قبل شهرين طلع مغشوش دواج، وهذا بن بدل بن مغشوش. تمام؟ يلا مع السلامة. سلام؟ وين سلام؟ ودنا قروش قيمة البن. ما في قروش، هذا بن بدل بن مغشوش. مفهوم؟ تمام؟ لا مو تمام، ترى هالبن نفس البن اللي اخذته منا المرة الفايتة. ودك تغشنا وتضحك علينا، تحتلون أرضنا، ودكم كمان تنهبونا. ما تستحوا على نفسكم. أنت ولد ما في أدب، أنت لازم أدب، عرف؟ هذا ولد لازم أدب. خذه سجن، لازم أدب. الله يخليك يا الضابط، سامحه ما نبي قروش. خذ البن بلاش ولا نبي قروش. هذا ولد أدب سيز. مفهوم؟ أدب سيز؟ وش معناها أدب سيز؟ أدب سيز هذه كلمة كبيرة. إيه وش معناها؟ يعني يقول لك أنت قليل أدب. يخس والله ما غير هو قليل أدب، قليل ترباية، قليل احترام، وقليل شعر بعد. والله هنا زيك يا كل هنا نكرهه. هذا كريه. إيه صدقت. هذا ولد سرسري، لازم أدب. سرسري؟ وش معناها سرسري؟ هذه كلمة أكبر من الأول كتير. قل لي وش معناها؟ يعني هذا يقول لك أنت سؤلوك. يخسل هامل. والله ما سؤلوك إلا هالهامل. هامل؟ إيه. إيش معنى هامل؟ إيه هامل معناها صعلوك. سرسري. إيه يعني على فكرة هذا أزيد من هامل. هذا سختشي. إيه سختشي. وش معناها سختشي؟ سختشي هذه يعني ايش؟ مهتال، كذاب، نساب، بياع مواويل واغاني. هذا شوف البن اللي اخذه قبل شهرين. كان كل يوم يشرب منه ويقول هذا بن موكا تمام اوكي، واليوم يقول لك مخصوص هذا كذاب. هذا صدقت. داخل على الله ثم عليك يا الضابط، خلاص هذه آخر مرة، سامحه واحنا بنروح. ما نبي فلوس، ما نبي قروش. من شانك دواج، بس هذه المرة من شانك، مرة تاني بحبسه. مفهوم؟ تسجن مني يا الهامل. أرض أبوك هذه أرضنا يا المحتل يا الغازي. هيا يا وضاح هيا مشينا. غازي محتل. أنا ما علمتك يا وضاح، ما بي مشاكل مع الأجانب. يبا لين نخاف وندل وإحنا أصحاب الحق. يا ولدي يا وضاح، أنا إنسان دواج وضعيف وعلى قدر حالي، ما بي مشاكل مع الأجانب. يبا ما أنت ضعيف، صاحب الحق دوم قوي، وليه نخاف من محتل وغازي وشخدشي مثل هذا. سخدشي؟ إيه وش هي سخدشي هذه؟ قصة طويلة بعدين أعلمك. يلا يبا. الله ينصرك على أعدائك يا ولدي يا وضاح، الله ينصرك على أعدائك يا ولدي يا وضاح. العذر منك والسموح يا شيخ، ولزوم نطردهم وما يطلع عليهم الصبح. المحمية مقدور عليها ونقدر نذبحهم بعد، لكن الخوف من تاليها. الحاكم الأجنبي ما يمكن يسكت، وراح يرسل لنا جيش ما احنا بقادرين نصده. وانا بصراحة ما ودي اسوق البلد ربعي. الشيخ سالم يقول الصحيح، حنا بروحنا ما نقدر نوقف بوجه الغازي الأجنبي، لكن لو تجمعت القبائل الغربية ترى والله نقدر عليهم وندحرهم دحر. قبائلنا الغربية منهم الشيخ عويس اللي ما همه إلا نفسه وعمره ما فزع لمظلوم، ولا الشيخ عناد اللي فتح ديرته للأجانب ويلهث ورا عطاياهم، ولا الشيخ قاسم والشيخ فراس اللي سنين يذبحون بعضهم، ولا الشيخ فلان وفلان يا مكثرهم يا مقل فزعتهم. سلطان يقول الحق، وما هو بلزوم نياس من قبائلنا يظلون هلنا وعزوتنا وما لنا غنى عن بعض. سلطان سمي يا شيخ. خذ كايد ومجموعة من الفرسان
وارسلهم لشيوخ القبائل وادعيهم بداعي الدين والمخوة، وقل لهم يفزعون عن عرضهم وشرفهم. ارخص لنا يا شيخ. توكلوا. يلا الله معاكم. اقول يوبا، وايش رايك انت تدخل ديرة الشيخ سالم وانا انتظرك هون لين تعاود؟ وش فيك يا وضاح؟ كل ما ذكرت ديرة الشيخ سالم تدور اعذار، وش فيك ما ودك تجي معي؟ صراحة يوبا تعرف البنت اللي اسمها قمر؟ قمر؟ ايه بنت الراعي دويجان. وش فيها؟ مصيبة يوبا. هالقمر المكسوف كل ما ألفي على ديرة الشيخ سالم تجي وتسولف معي، قال لك ويش؟ تهواني وانا ما ودي اياها. اهواها ولا ما تهواها، ولو تبيها الليلة اخطبها لك. حرام عليك يوبا، ودك تبلاني بها بقية عمري؟ ترى هذه مصيبة يوبا، كل ما اذكرها تحل علي مصيبة. يوبا تحل علي. وش هذا يا وضاح؟ ايش قلت لك يوبا؟ كل ما اذكر قمر تهل علينا مصيبة وكاتي مصيبة. امسك الحمار بيع وانا اروح اشوف الشيخ سالم واجيك. امسك الحمار؟ الحمار وكاد مصيبة. الأجنبي تغزل فيني وقال لي ليه مغطية وجهش، تراني ما شفت بين العربان كلها بنت بجمالش. قال كذا؟ إيه، وقال شعر بعد بعيوني. الأجنبي قال شعر بعيونش. إيه؟ وش قال؟ قال يا الراعية ترى عيونك مثل عيون المها. عيون المها؟ لا، أجمل من عيون المها. الأجنبي يقول قصيد. إيه؟ ما مصدقتيني؟ اسألي الأجنبي. إيه مصدقاش. وش قال بعد؟ وعندنا مصاون، عندنا شالوت، عندنا وضاح. وين الزينات؟ وين الزينات؟ عندنا مصاون وعندنا شالات. وضاح، شهور ما أشوفك بيها، ترى غيابك طال يا الغالي. قمر؟ وش بلاش تهرجين بروحش؟ رباب؟ فزعتيني يا رباب. علامش وش السالفة؟ وضاح لفديرتنا، وضاح يا رباب. وضاح؟ من وضاح؟ هالقمر اللي قدامش. ها وش رايك بهالمصون؟ انهبلتي؟ تعشقين دواج وفوق هذا اسمه وضاح بعد. رباب ما اسمح لك تحكي هيك على وضاح. على هونش ما لقيتي من بين العربان كلها غير دواج تعشقينه. العشق ما يعرف لا بن دواج ولا بن شيخ. اللي يسمعش راح يقول عشقانه فارس جاي ياخذش على فرس ابيض، مش خلق دواج جاي على حمار. فرس ابيض ولا حمار اجرب، اهواه هو والحمار اللي معاه. انا حاسه انه يهواني. من الحمار؟ لا وضاح. الله ياخذش انت وهالوضاح. يلا خليني اروح نادي وعد لجن نلحق قبل الحريم يسبقون البضاعه الزينه. خاطرش بس انا لزوم اخليه يحس بيا. وضاح عندنا مصاون وعندنا شالات. اي وديك هالشرشف؟ ما وديك وليه تقلبين؟ هلا بيك يا وضاح. قمر يا جهد البلا. هلا بيك يا وضاح لديرتنا، نورت الديرة كلها يا وضاح. ايه هلا بيش يا خيه. هلا بيش يا خيه. خيه؟ بعدك مصر على كلمة خيه؟ ايه وش اسوي؟ ما لقيت من الكلمات مناسبة غير يا خيه ولا يا ولد العم. ها وش رايك اناديش يا ابن العم؟ لا خلاص خليها كلمة خيه لين قلبك يحن. بس تراني زعلانة منك. وين كنت يوم جا الغريب وغازلني وانت ما جيت تدافع عني؟ في واحد غازلش؟ ايه غازلني وقال لي يا محلاك يا المزيونة. ويش؟ غازلش وقالش يا المزيونة وكاد انش تكذبين. ايه تكذبين؟ لا ما اكذب، واسأل كل اهل القبيلة. ليه؟ كل اهل القبيلة عارفين انه واحد غازلش؟ ايه كل اهل القبيلة يعرفون، والشيخ سالم بعد. والشيخ سالم بعد؟ ايه والفرسان اللي خرجوا قبل شوي راحوا يفزعوا القبائل الغربية لجل ياخذوا لي حقي، وانت ولا همك تفزع لي. اسمع يا خيه، تراني جيت هون لجل اترزق، ما ودي تعيدين هالسالفة. ارجاش ثم ارجاش لا تعيدين هالسالفة، مفهوم؟ هيك يا وضاح، الحق مو عليك، الحق علي اللي هملت روحي. درب اللي يصد ما يرد. وش رايك بهالمصون؟
علامش، والله وصدقت يا رباب إني كنت مخبولة يوم نزلت قدري وهويت بين الدواج، بس أنا لازم أحرق قلبه مثل ما حرق قلبي خاطري. رباب خير، وش أخبار أخوك الفارس النشمي كايد؟ يسلم عليش وسأل عليش اليوم ونحن بالغدير. صحيح؟ سلمي لي عليه يا رباب. إن شاء الله. عندنا شالات، عندنا مصاود، وين الزينات؟ وين الزينات؟ أقول يا أخي معنا هالشال يا زينه من شال، ما عرفته على حرمة في الديرة، وش رايك؟ ما ودي اياه، مو زين. لا تفضح عينه، ما ودي اياه، مو زين، مش دراك انه مو زين. عندنا مصاون وعندنا شالات، يا محل الشالات، وين الزينات؟ أقول يا خيي وش رايك بهالشال؟ تراه صنع خص مخصوص للزينات شرواك، وش رايك؟ أنا بدي واحد. ما وديش ها؟ ما ودي. ما وديش، اي ما وديش، عظم الله اجرك تريك مرحوم. يا هلا بالزينات، يا هلا بالزينات، عندنا هالشالات يا زينها من شالات. ها وش رايك؟ عندنا هالمصون يا زينه من مصون، ينحط على راسش يعني حريم الديره كلها تقول يا زينه هالمصون على راس المزيونه. ها وش رايك؟ ودك تبيعني هالشال الشين؟ خلاص. ودك تبيعني البضاعة الشينة بالقوة؟ قلنا خلاص. قلت لك ما أريده، ما تستحي. انت ما تفهم اصلا، انتوا الحريم وش عرفكم بالبضاعه الزينه؟ وش عرفكم بالبضاعه الزينه؟ ترى هالمصاون مصنوع خصوص البنات الشيوخ. البنات الشيوخ. وش رايك يا شيخ وعد؟ وش رايك بهالمصون وهالشال؟ وش رايك؟ بنت الشيوخ ما تلبس اشياء ردية، ما لبسها الا حرير تفتخر فيه، وانا على العز من توني صبية، وكيف بلبس شيء قدري يوطيه؟ كيف بلبس شيء قدري يوطيه؟ وش هالغرور والكبر والعنجهية؟ عز الحالش من قل فهم تعانيه، الدين والاخلاق فخر البنية، ومصون لتصون شعراتها بيه. وش رايك انت؟ مصون اللي تصون شعراتها بيه؟ انا اشهد انه صادق. ودك هاد؟ بكم هالشال؟ قرشين. خذ. تفضلي. وأنا أعطني واحد. وانت ودك واحد ب4 قروش. وش معنى ودك من 4 قروش وبعد بعت لها بقرشين؟ هيك ب4 قروش ودك اياه ولا الله يفتح عليك؟ خلص هات. الله يفتح عليك. وانا بدي مصون. وانت ودك مصون من نفس هالمصاون ب4 قروش. يا مرحبا ب4 قروش خذيه. وانا ودي مصون. مصون؟ وهذا المصون، هالمصون. وانا بدي وانت ودك مصون. خلصوا المصاون. ما في خلاص. وش رايك المره الجايه اجزع لك معي واحد؟ وش رايك؟ وهاي عربون بأمان الله. الحمد لله. وش راح يقول ابوي لما يشوف اني بعت كل الشالات؟ عجيب أمر هالدواج، ليه باع الشال ب4 قروش وباعه ليش بقرشين؟ أصلا أنا ما كان ودي آخذه. وبعدين قولي لي إيش اللي عجبك بهاي الشال؟ قولي لي إيش اللي عجبك بهذا الشال يا وعد؟ ها ويش فيه؟ علامش أسألش وش اللي عجبك بيه؟ كلامه؟ الشال؟ لا، وضاح بن الدواج. علامة بن الدواج. كلامه فطين ومنطقه فصيح وهاجزه غزير. وي يا وعد، على هونك من عرفتي كل هاي عنه؟ من القصيدة اللي قاله. ولا تنسين يا رباب اني اقول الشعر وافهم مهاجيه، واللي قاله وضاح ما يقوله ولد دواج. وعد علامش تكوين خبلتي من القمر وهويتي بن دواج. لا يروح بالش بعيد. انا كل اللي اقصده اني اول مرة اشوف ولد دواج بهالجرأة والبلاغة والفصاحة. جايز. ما شاء الله. هلا يبا. قروش؟ ومنين جبتها يا وضاح؟ بعت الشالات كلها وبضاعف السعر. لا ما صدق. بعت الشالات النحس على قلوبنا يبا. صدق كل حريم اخذن كل الشالات، وترى الحريم اللي ما لحقن انطني فلوس عربون لين نعاود المره الجايه. هاي يبا صرت دواج شاطر. اي والله صرت دواج شاطر، دواج من دواج. مهلي هالمهلي مشكورين.
مشكورين على هذا الغداء. شيخ ضاري غداء جميل لم نذق مثله ولا قبله. هكذا كله فيتامينات. مش هذا العسكري فلنا غداء هناك هكذا طلع الهاززي وسام. والآن يا شيخ تأذن لي بالانصراف. الله معك الله معك. ولا تنسى خذ هدية الجنرال معك. يا شيخ الهدية في اليوم الأبيض تنفع في اليوم الأسود. خذ الهدية معك وبلغ جنرالك رسالتي. طحنون. ايه يبا. وصل الضيف يا طحنون. تامر يبا. خلك يا طحنون خلك. بعد اذنك يا شيخ اوصلهم. وصلهم. يلا. تفضلي يا عمتي مزنة. هلا مشوا ضيوف الشيخ؟ قصدش الأجانب؟ هي الأجانب إيه مشوا. طبعا الله والسموحة منكم على أي قصور. المعذرة منكم. واعذرونا واعذروا الشيخ يعني لما رفض هديتكم. إلا قل لي وش اسمك؟ رون. وإيش؟ رون. والله ما اخطر منك يا الرون. إلا قل لي الهدية اللي معاكم ذهب؟ أجل إنه ذهب خالص. ايه ذهب خالص. لكنها لا تغلى عليك. لا تغلى عليك يا سكر. فقد كان استقبالك لنا اليوم وترحيبك بنا يدل على حسن أخلاقك. وأرجو أن تقبل هذه هدية قربنا صداقة. والله ما أقدر والله ما أقدر أرفض هديتك. شو اللي تسويه يا صقر؟ أنت كيف تاخذ الهدية اللي رفضها أبونا؟ يلا خذ هديتك وقلب وجهك. خذ هديتك والله معك. إلى اللقاء ساكر. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. اسمع يا راشد، هذه ثاني مرة تسويها وتفشلني قدام الناس. وش بدك مني يا راشد؟ وش بدك مني؟ أنت كيف تاخذ هدية رفضها أبونا الشيخ ضاري؟ كيف تاخذ الهدية اللي رفضها الشيخ ضاري؟ اسمع يا راشد، أنت وأبوك ما تعرفون مصلحة القبيلة وراكبكم الكبر. مصلحة القبيلة إن ناخذ شوية دراهم من الأجنبي. رشاوي يا صقر. هذه ما هي رشاوي. ما اسمها رشاوي، اسمها أتعاب. وش فيها لو مرت قوافلهم من أراضينا؟ وش فيها؟ ما كل العرب يمروا من عندهم ويأخذوا دراهم ويستفيدون ويفيدوا أهلهم ربعهم. تقصد خالك الشيخ عناد؟ وش فيه خال الشيخ عناد يا راشد؟ خالك الشيخ عناد خذ الربعة وباع نفسه بشوية دراهم. تخسى الخاسي، لا تذكر خال الشيخ عناد على لسانك. خالك الشيخ عناد بديرته يسوي اللي يسويه، لكن بديرة الشيخ ضاري أنا ما أسمح لك تسوي سوات خالك الشيخ عناد. هذا ديرة الشيخ ضاري اللي هو عمك. عمي؟ الحين صار عمي. اسمع يا راشد، والله ثم والله راح تندم على اللي سويته مع اليوم. خاطرك يا ولد العم. أقول يا شيخ. قول. ما هقيت إن الأجانب راح يسكتون بعد ما عاودوا خايبين. والله ما راح يسكتون، ولأجل هذا ودي أجمع القبيلة اليوم في المساء لأجل نتشاور. فيصل. هي سويلة. إيه يا شيخ. ودي إياكم تخبروا أهل القبيلة كلهم وقولوا لهم اليوم في المساء يجتمعون عندي لأجل نتشاور. تامر يا شيخ. بعون الله يا شيخ، راح نبلغ الجميع. ترخص لنا يا شيخ. الله معاكم أنتم وسيف. بسم الله. يا ويلي، قلت لي إن راشد شافك وأنت تاخذ الهدية من الأجانب؟ إيه شافني راشد، لو بعد خذ الهدية مني وردها للضابط. يا ويلي أنت انجنيت، ما كان لزوم تاخذ الهدية اللي رفضها عمك. الحين راشد يخبر الشيخ والشيخ يطربقها على روسنا. يا ويلي ويلا. يا شيخ صقر، يا شيخ صقر، الشيخ ضاري وده إياك. يا ويلي ويا سواد ليلي، أكيد راشد خبر الشيخ. وده يعني يكون راشد حكى له يعني بالسالفة. وش السالفة؟ وش ودك بهالهرج ها؟ يلا يا صقر
روح شوف عمك الشيخ وش وده، وإذا سألك عن أي شيء انكر. بس أنا خايف. سكر! إيه؟